بحال كيقول لنا حنا كلنا معاقين، كاين غير سيدنا اللي كيفهم وسيدنا اللي كيعرف وسيدنا اللي كيدير، حنايا واحد القضيه. هذا الشيء ماشي في صالح المغرب وماشي في صالح سيدنا، لان سيدنا ماشي هو الله. تعقيب على عباره نطق بها رئيس حزب العداله والتنميه وعندها دلاله بغينا نحللوها في هذا الفيديو. هذه العباره جات في واحد الفيديو اللي صيفطوه لي الاصدقاء واللي كيقول فيها راه الملك ماشي هو الله. عباره غريبه لانه ما كاينش في مرجعيات الدوله المغربيه ما يقول بان الملك يتحدث باسم الله او انه يمثل الله او انه هو الله. لا شيء يقول هذا كلام جاء على لسان بن كيران. في الدستور المغربي صلاحيات وسلطات الملك كاينه في جوج ديال المواد. الماده اللي كتقول بان الملك هو بمثابه رئيس الدوله اللي هو مسؤول عن حريات وحقوق جميع المغاربه وضامن وحده البلد واستقراره. وهناك ماده اللي كتعلق بالسلطات الدينيه للملك باعتباره امير المؤمنين، اي انه هو المشرف على تدبير الشان الديني في المغرب، وهذا كيمنع اي طرف اخر بحال بن كيران وبحال السلفيين وبحال العدل والاحسان، يعني الناس اللي هما كينتميوا لما يسمى بالاسلام السياسي وعندهم اطماع في السلطه والحكم والسيطره باستعمال الدين، تقول لهم هذه الصفه امير المؤمنين كتمنعهم من استعمال الدين في المجال السياسي. يمكن لهم يدخلوا في الحياه السياسيه ببرامج سياسيه باش يخدموا البلاد بحال كاع الاحزاب، ولكن ما يمكنش لهم يتكلموا باسم السماء. وهذا هو المضمون ديال الكلام بن كيران. لما كيقول راه الملك ماشي هو الله، راه كيقصد انه هو بن كيران هو الممثل ديال الله. وهذه الصفه من نهار دخل الحياه السياسيه هو كيهضر بها، كيتدخل دائما باش يقول ان الاسلام في خطر. لما غنبغيو نراجعوا شي قانون او لما يكون شي نقاش عمومي كيتكلم دائما انه ماشي كيعبر على افكاره اللي هي ممكن تناقش، لا، هو كيهضر باسم الاله، واللي خالفه فهو ضد عدو ديال الاسلام وضد الدين، وكيعمل عليه الحمله المعروفه اللي اصبحت مائعه واصبحت واحد اللعبه مكشوفه كلشي الناس عايقين بها الان. بغيت نقول للمغاربه بان هذا النوع من السلوك راه ما بقاش كينفع في العصر ديالنا، لاننا انتقلنا منذ 100 عام من الدوله اللي كتستعمل الدين في مجال الشرعيه وكتستعمله ايضا كمصدر وحيد للتشريع، وهي دولة الخلافة اللي انهارت وطاحت في 1924. انتقلنا إلى الدولة الحديثة. في ظل الدولة الحديثة هذه الألاعب كلها ما بقاتش خدامة، ما بقاتش صالحة. اللي بغى يمشي للحكم أو السلطة كاين الانتخابات، كاين العمل السياسي الشرعي، كاين البرامج السياسية، ويخوض الانتخابات ويطلع ويمارس تدبير الشأن العام. وبن كيران دار هذا الشيء من 2012 حتى 2016 وخلق لنا عدد كبير من المشاكل، وكان كيوزع الاتهامات والشتائم على الناس وما كانش متحفظ وما كان كيحترم حتى شي حد. هذا الشيء علاش ما بقى كيحترم حتى شي واحد. وافدح ما دار هو تحرير الاسعار اللي جابت الغلا للمغاربه الى الان. طيب هذا الشيء راه عارفين المغاربه، ولكن بغيت نمثل لكم هذه المشكله هذه ديال بن كيران وهو كيهضر على يعني راه الملك ماشي هو الله، او يعني لا احد يمثل الله الى غير ذلك. بغيت نمثلها لكم بواحد المثال باش نقرب لكم الفهم. تخيلوا معايا 3 ديال الناس او 4 تلاقاو في واحد المنطقه وبغاو يتعايشوا فيها وبداو كيفكروا في قوانين اللي تنظم الحياه ديالهم على الارض باش يحترموا بعضياتهم ويحميوا المصالح ديال بعضياتهم ويتعايشوا في وئام وموده. واذا بواحد الشخص اخر كيجي كيقول لهم انا ما كنتفقش معكم، ها شنو غادي ديروا؟ منين بغاو يناقشوا معاه قال لهم انتم غالطين، هذا الشيء اللي كنقول لكم راه ماشي كلام ديالي انا، راه الله اللي قال لكم ها شنو غديروا. اذا خصكم تخضعوا ليا، وهذيك الافكار ديالكم راه غير خليوها لروسكم، هذيك مجرد افكار بشريه، انا كنهضر باسم السماء. هذه اللعبه هذه ديال استعمال الدين للسيطره على الناس والاستحواذ على الثروه وعلى السلطه وعلى كل وسائل الدوله باسم الاله، هذه اللعبه مورست منذ اقدم العصور ومورست حتى في المجال الحضاري الاسلامي ومنذ البدايه. كتذكروا مثلا الا دخلتوا الكتب ديال تاريخ الاسلام غادي تشوفوا بان ابا بكر الخليفه الاول
حارب القبائل لأنها ما بغاتش تعطي الزكاة، أي تعطي الفلوس أو ما يشبه الضريبة إلى الدولة ديال قريش. بمعنى أبو بكر ما بقاش كيعتبر الدين دين، لأن هذوك الناس اللي صيفط لهم خالد بن الوليد باش يحرقهم بالنار راه مؤمنين وكيصليو، ولكن الدين ديالهم أو الإيمان ديالهم ما كيهمش أبو بكر، اللي كيهمه هو الفلوس ديالهم. إذا هنا شنو وقع؟ ما بقاش الإسلام دين، أصبح سياسة وغلبة وسيطرة وغنائم وأموال. هنا غادي تبدا واحد السيرة طويلة ديال الدم وديال القتل استمرت إلى اليوم. أنتم كتشوفوا راه الناس باقين في ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن باقين كيقتلوا بعضياتهم بسبب الطائفية الدينية وبسبب الرغبة في السيطرة باستعمال الدين. إلى الآن ما توقفتش اللعبة.